يا صباح السعادة والسكر الزيادة، يا صباح السرور وولاد المنصور. ازيكم يا اغلى فراولات؟ يا رب تكونوا بخير. خلونا في بداية الفيديو نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما انتم شايفين هنعمل النهاردة مجادم، اللي هي ايه؟ الكوارع يعني بالمصري. انا سمعت المجادم دي في فيلم تقريبا، دي لغوة كانت بلغوة بدوي لو انا افتكر يعني. فيلم محمد صبحي، انتوا فاكرينه لما كان يمسك الباب يروح مكسور، ويروح يغسل وشه يروح الحنفية مكسورة، وراحت هي عامله له شرب الكوارع، فكرت هي اللي عملت فيه كده. فاحنا بقى هنعمل الحبتين دول، بس احنا طبعا ما حدش فينا خالص بياكل الكوارع غير الحاج صاحب البيت. فدولت من الذبيحة حماتي كانت مدياهم له، فعلى قده يعني. هو الحتتين دول هتقول عامله حتتين بس، ما هم على قده يعني، هو اكله. فمسكتهم شوحتهم، واحنا زي ما انا بوريكم كده كنت بسلق ليا انا والولاد لحمه. هعمل الكوارع للحاج صاحب البيت واعمل له عليها فته، هو ده طلبه واحنا ما نقدرش نقول لا. زي ما انتم شايفين شوحت الكوارع من غير اي حاجه، عشان هي اصلا كلها دهون دسمه يعني. اقصد ان هي دسمه، مش محتاجه ان انا احط سمنه اشوحها فيها زي ما بعمل مع اللحمه والحاجات دي. وسخنت ميه جامد، خليتها غلت يعني، ونزلت عليها. لازم الكوارع بالذات تاخد صدمتها كويس، وتتحط عليها الميه بتاعتها ميه مغليه سخنه قوي، علشان خاطر ايه؟ ما تطلعش بقى اللزوجه بتاعتها والحاجات اللي احنا ما بنحبهاش دي. هتشوف الشوربه ازاي صافيه، وازاي ما شاء الله مليانه بالبهاريز بتاعتها، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا مطلعه الريمه البسيطه دي، لان صراحه انا كنت غسلاها مخليها فله 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 شمعه منوره. فزي ما انتم شايفين بقى بشيل من عليها الريمه، وهعمل فيها ايه بعد ما خدت غلوه؟ في ساعات كده كنت بعمل ايه، بديها غلوه اولانيه وبعد كده افضي منها الميه وارجع احط لها ميه نضيفه. بس هي صراحه كانت زي الفل، مش محتاجه ان انا اعمل كده. فحطيت بصلايه، وحطيت 2 فص توم، وحطيت طماطمايه. وهحط ايه كمان؟ هحط ورق لورا وحبهان. بشطف ورق اللورا والحبهان كده تحت الميه على السريع واحطهم. واحط بقى البهارات اللي انت عايزاها. انا مش هحط افتكاسات كتير ولا حاجات كتير، انا هحط فلفل اسمر ورشه بسيطه، ديت رشه بسيطه من ال7 بهارات بس كده. مش هحط الملح دلوقتي طبعا عشان تستوي بسرعه، بس هحط ايه بقى عشان يسرع السوا معايا؟ هحط حاجه بسيطه خالص، سكر قد نص معلقه. خلاص سبت الكوارع بقى تاخد وتدي مع نفسها. وكنت عامله رز ابيض، عارفينه كلنا الرز الابيض، وعملته معاكم كتير. وكنت هنا اهو بوريكم الكوارع على النار، كنت طفيت عليها بس سايباها تاخد السخونه بتاعتها في الشوربه. وقلت احمص العيش البلدي بتاعي بحته سمنه بلدي. قطعت العيش كده بالمقص مثلثات، وحمصته في السمنه البلدي. علشان خاطر نعمل الفتة. انا كان عندي صلصة في التلاجة جاهزة تسبيكة يعني، فما عملت لها بس عشان اصحصحها كده فص توم وطشيته بخل، ورحت منزلة عليه الصلصة. بس كده، ما عملتهاش معاكم بالتفصيل. انا عاملة معاكم فتة اللحمة قريب، هيها نفس طريقة الصلصة، بس الفرق ان دي بالكوارع والتانية باللحمة. بصوا بقى الكوارع بعد ما بتستوي بعمل ايه؟ باخدها، وعلشان ادخلها في الفرن تاخد لون حلو كده. هو مش يعني زوجي مش بيحبها كده بشكلها ده، بيحبها واخده تحميصه كده تحت الشوايه. فانا بحطها تحت الشوايه في الفرن، بقوم حاطه عليها. بصوا انا بوريكم الشوربه، بصوا ما شاء الله عامله ازاي. شايفين لون الشوربه عامل ازاي؟ زي الفل زي العسل. انا ما باكلهاش على فكره، بس ريحتها وشكلها كان عاجبني، بس ما عنديش الجرأة ان انا ادوقها، ولا انا ولا الولاد. بصوا بقى حطيت عليها حبة صلصة من اللي انا عملتها بالثوم والخل، ورشيت عليها فلفل اسمر وملح، وادخلها تحت الشواية تاخد لون بس كده. خلاص واطبق بقى الفتة على بعضها. هنا العيش اهوت، حطيت عليه بقى الرز اللي هو الابيض بتاعنا. إيه، انا كنت عاملة في اليوم دوت للولاد جنب اللحمة اللي انا سلقتها لوبيا ورز. فما صورتش بقى معاكم، احنا عاملين مع بعض كتير اللوبيا والرز. وبعدين انا لما بصور معاكم حاجه مش بصورها عشان اعلمكم، ده انتوا اشطر مني وزي الفل كلكم. انا بصور علشان خاطر بس ده يعني 10 15 دقيقه كده من يومنا، بندي لبعض فكره. ممكن يكون حد تايه عن باله اكله مثلا وانا افكره بيها، وهكذا انا بستفاد منكم. ممكن اشوف اكله عند حد فيكم انا نسيها وبقالي كتير ما عملتهاش، فاقوم اعملها بس. فجبت حبة من الصلصة، حطيت معاهم مغرفتين من الشوربة بتاعة الكوارع، وسقسقت بيهم كده على الرز والعيش علشان يطروا وياخدوا من طعم بعض. وبقية الصلصة كنت سايباها زي ما هي، حطيتها كده على الوش. الصلصة ما كانتش كتير، كانت يا دوبك على القد، عشان انا خدت منها للوبيا والباقي حطيت منه على الفتة. بس هحط بقى الكوارع بتاعتي لما اطلعها من الفرن واوريكم شكلها بقى عامل ازاي. بصوا شكلها كان جميل والله، وريحتها كانت روعة.
عجبت الحاج صاحب البيت، ويعني ايه انبسط قوي بيها، زقطت بيها كده زي ما بيقولوا. الف هنا وشفا يا رب على قلبه. بس اتغدينا بألف هنا وشفا. وبعدين بنتي بقى الكبيرة عمالة تلح عايزة أبوري. مين عارف الأبابير؟ الأبوري ده كان يعني أكلة رسمية بعد أي خبيز، لازم كده. كانت جدتي الله يرحمها يا رب وينور قبرها، هي وموتانا وموتى المسلمين، كانت في آخر العجين تسيب كام واحدة كده من العجين، ما تعملهاش عيش أما يجوا يخبزوا العيش. زمان كانوا اهالينا بيخبزوا مش معتمدين على العيش بتاع الافران والحاجات دي، فكانت تسيب لنا كام واحده كده، وفي الاخر تعملهم لنا على عددنا ابابير، وتسال كل واحد بقى عايز الابوري بتاعك بايه. في منا كان بياكلوا بسكر وسمنه بلدي، في منا كان بياكلوا ببيضه، كانوا يتقشوا البيضه كده جوه العجينه، ويقوموا رشين عليها ملح وفلفل على طول كده جواها منها فيها كده. وكانت البيضه كمان ايه، صنع بلدنا برضو يعني، كانت بتبقى لسه نازله كده من الفرخه، سخنه يعني. ويروحوا فقشينها كده جوه القبوري، ورشين عليها ملح وفلفل، ويحطوها في الفرن. وفي منا كان يطلب بجبنه قديمه، كل واحد حسب هو عايز القبوري بتاعه بايه، بس هو كل واحد له واحد بس، عشان احنا ما شاء الله كانت جدتي بتعمل بعدد العيال اللي في البيت كلهم، واحنا بقى كنا ما شاء الله لا قوه الا بالله كام شقه، بكم طفل بقى، شوفوا انتوا. المهم زي ما انتم شايفين عملت ايه، كان عندي حبه دقيق يمكن ما يجوش نص كيلو والله، وحطيت عليهم رشه خميره فوريه ورشه سكر، قلبت كله مع بعضه، ونزلت بالميه الفتره عادي دافيه يعني. قلبت كله مع بعضه، وبقيت ارشرش بس ميه كده كل ما الاقيها محتاجه. لسه ما حطيتش اي ماده دهنيه، وممكن ما تحطيش على فكره في ماده دهنيه، لان احنا اصلا هندهن العجين بتاعنا ده بسمنه خلاص. فما لقيتش ان الموضوع مستاهل يعني ان انا احطها في العجان، قلت اعجنها على ايدي اهو. بصوا مش هزودها دقيق ولا اي حاجه، ابتديت بس اخد زيت كده على ايدي والم بيه العجينه، وهي كانت بتتلم معايا زي ما انتم شايفين اهي. واخد كده من الجناب، واخد اللي لازق في ايديا. قلت يعني مش مستاهله انزل العجان عشان حبه الدقيق دول، همرمط بيهم العجان وخلاص، ومرمطهم هم كمان جوه العجان، مش مستاهله يعني. وكمان بيني وبينكم ما تقولش لحد، انا كمني لسه منضفه العجان بقى وغسلاه ومخليه فله، خايفه يتوسخ مني، فخليها في سركم ها. المهم المهم ايه، عجنتها وفضلت اشيلها كده واخبط فيها واهبط فيها، لما بصوا لا بقت ناعمه وزي الفل. هحطها بقى كده واعمل فيها العلامه اللي احنا بنعملها دي بتاعه التخمير، واسيبها في مكان دافي. اختمرت وبقت زي العسل، وما شاء الله. بصوا هتعملي لي كام واحده حلوين. شفت حبه الدقيق كانوا قد ايه، يمكن يجوا لهم ربع كيلو، شايفينهم هنا كتير بس هما كانوا يجوا لهم ربع كيلو. المهم عملوا وانبسطنا، وكل واحد كل وانبسط. هو ده كان اخر دقيق عندي في اليوم ده، ما كنتش لسه جبت الدقيق بتاع المشتريات. الفيديو ده قبل فيديو المشتريات بيوم، لا قبل فيديو المشتريات بيوم، لاني كان اخر كيلو دقيق عندي كنت عملت بيه القرص. وبعدين جاب بنتي بالليل عايزه، هي بنتي اصلا بتعشق المعجنات بنتي الكبيره، عايزه القبوري. فكان عندي هم يا دوبك حبه دقيق كده، كنت ايه مخلياهم ايه، على ما اجيب دقيق وافضي عليهم في العلبه، يعني اصلا شايفاهم ان هم ما يعملوش حاجه، بس هم والله عملوا. وما زعلتهاش وعملت لها اللي في نفسها. عملوا كام واحده بقى، لقيت انا كام واحده كبيره كده، ابتديت اصغرهم واخد منهم احط مع كوره تانية. لما ايه خليتهم 8 تقريبا، 7، خليتهم 7. جيت افردها بالنشابه، قلت نشابه مين، العجينه ما شاء الله طريه ولينه وسهله، مش محتاجه اصلا نشابه. بصوا بايدي بتتفرد وتبقى زي الفل. اول واحده طبعا احنا عارفين اول واحده في العجين بتطلع حوله ومشبره ومش عارفه بتبقى مالها صراحه. فايه بنتعامل على وضعها ده. وبعدين جبت سمنه بلدي، صنع بلدنا برضو، انا اللي عاملاها. واللي انا كنت عاملاها معاكم في فيديو من وش اللبن لو انتوا فاكرين. وش اللبن اللي كنت بخزنه وعملته وحطيته على النار على الهادي، وعملته زبده، وعملته سمنه بلدي على طول، ما حولتوش لزبده. برش بقى على السمنه البلدي دي سكر. الله الله يعني بجد انا عايزه اكل منه تاني. ومش برقق العجينه قوي عشان يبقى فيها سمك كده، كانت ممكن كمان تبقى اتخن من كده، بس انا ولادي مش بيحبوا العجين تخين. بس احنا بقى لما كانت جداتنا بتعمل لنا الحاجات دي، كانوا بيعملوه طبعا مش بدقيق فينو كده، كانوا بيعملوا بالدقيق البلدي اللي هما بيعجنوا بيه العيش، بيخبزوا بيه العيش. وكانوا بيخلوا القبوري اطخن واكبر من كده، يعني كان الواحد كده بناكل الواحد نتلكم يعني، ما نفكرش بعده في اكل اصلا. وطبعا يعني اللي عاش الحاجات اللي انا بحكيها دي هيعرف انا بقول ايه. مين بقى اللي كانت ما كانوا بيخبزوا عندهم كانوا لازم يدسوا صينية الرز في اخر اخر العجين. كان اساسي كده عندنا يوم العجين دوت، يوم الخبز يعني بتاع العيش.
كانت احنا مش ارياف على فكره، احنا بيتنا مش كان بيت ارياف، بس كانت جدتي بتعيشنا الجو ده. كان عندها فرن، هي وصاحبتها جارتها كانوا لازم يخبزوا مع بعض، يتفقوا مع بعض ويخبزوا. وكانوا في اخر العجين ماما تكون خلصت صينيه، جهزت صينيه البطاطس، تقوم ستي الله يرحمها واخداها حطها في الفرن، ومن غير لحمه ولا فراخ يا جماعه، ما كانش في لحمه وفراخ. على قد كده كانت تعملها كده قرديح، وتدس صينيه رز معمر، ويبقى ده بقى الغدا بتاعنا يومها، صينيه البطاطس وصينيه الرز، او اللي عايز ياكل البطاطس بالعيش المخبوز وانسوا بقى الدنيا. المهم خلصت الابابير زي ما انتم شايفين، شكلتها ازاي انتوا شفتوا، من غير ما ادهن وشها ولا اي حاجه، هدخلها الفرن هي واخده سمنه كتير ودهان كتير. وبصوا طلعت قمر 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 بجد، انا عايزه اكل تاني. عايزه اكلها بقى بجبنه قديمه، بتبقى روعه. اللي عنده جبنه حادقه، جبنه قديمه، ممكن تحطي عليها طحينه بس وتحطيها جواها، او ممكن تحطيها زي ما هي. بصوا انا بسلكها ليه بالبتاع ده، هي كانت سخنه نار وانا هعافر برضو معاها واقطعها. بصوا سخنه نار، ربنا يرحمنا من نار وعذابها، مش عارفه امسكها وبقاوح برضو. المهم قلت لكم، قلت خدتكم انا في الكلام بقى، ما طولش عليكم يعني، قولي طولي. انا كنت بطلعها بالبتاع دي ليه؟ علشان خاطر السكر لما نزل منها سح بقى منها، بصوا اهو اهو، شايفينه الكرمل، فخلى اجزاء منها تلزق. بس الحمد لله مفيش حاجه من العجين طلعت لازقه في الصاج. هو السكر اللي كان عامل ايه الموضوع ده، فانا كنت بديها بس ايه خبطتين كده علشان تسلك. اهي يمكن تسلك يعني اكتر من بني ادمين، يعني الموضوع سالك اهو. مش في بني ادمين بقى مش سالكين، يا رب ارحمنا برحمتك. المهم عشان ما ادخلش زيت في عبيد، الله يرحمك يا ستي، كانت هي اللي بتقول لنا كده، ما تدخلوش زيت في عبيد يا ولاد. المهم خلصت القبوري. وبصوا انا اول واحده واكله منه، اللي انا قطعتها دي كنت يعني قبل ما اشيل اللي بقى احطها لهم كنت واكله منها. خدت الصاج ده طبعا نقعته على طول بميه عشان اللي فيه دوت يبوش، هو والبتاع اللي كنت بطلع بيها دي اللي انا مش عارفه اسمها ايه. وبس خلاص. بصوا الابابير بتاعتنا، ولا تخلوا في نفسكم حاجه يا ولاد، اهو بحبه دقيق ما يجوش ربع كيلو، عملنا كام قبوري وروقنا على نفسنا وحلينا، وحاجه حلوه قوي بجد والله العظيم، اعتبروه حاجه حلوه. بس خلاص، مع السلامه.